السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله النهارده هعمل لكم ستريبس. عندنا معلقة نشا، وعندنا نص كيلو بانيه. ممكن ناخدها كيلو، ممكن تجيبوا نص تعملوه ستريبس، والنص التاني اي حاجة تحبوها. عندي ملح، فلفل اسود، كمون، كزبرة، بهارات فراخ، توم باودر. عندي هنا توست، عندي الحواف بتاعته. ممكن تعمليه بتوست، ممكن تعمليه بالعيش الابيض دوت اللي هو الشامي. بس الشامي دوت هتعصريه في ميه او لبن، وتعصريه جامد جدا عشان ما ينزلش ميه. وعندي توابل، اي توابل تحبيها. انا هعمل كده بقى توابل مشويات. وعندي هنا بعد في توابل مشويات، وعندي فيجيتار. دلوقتي احنا قطعنا التوست، هنضربه في الكبه، وبعد كده نضرب الفراخ. هضربه وارجع لكم. كده ضربنا التوست بقى ناعم كده بالمنظر دوت. بعد كده هنضرب الفراخ مع التوابل، هننعمهم ونحطهم على التوست وارجع لكم. ده شكلها بعد ما طلعناها من الكبه. قطعناها مربعات بالمنظر ده، بالشكل ده. ممكن تعملي اي شكل يعجبك. بعد كده هنحطها في الدقيق، نلفها كويس بالدقيق، نعفرها. بعد كده عندنا هنا نص كوبايه لبن، نحطها في اللبن، نطلعها تاني نحطها في الدقيق. الموضوع ده كده هنعمله مرتين عشان تاخد بس كور من بره. بعد كده ادخلها تاني في اللبن واطلعها، تاخد بس كفر كده. خلاص كده ايه، هنحطها في الزيت. ادي دلوقتي ده اللي حمرناه. بسم الله ما شاء الله بقى عامل ازاي، اتحمر من كل ناحيه وبقى بالشكل ده. انا عملت لكم بس عشان تشوفوا بعد التحمير، بس انا اصلا بفرز يعني. فهوريك دلوقتي لما تيجي تفرزيه، تبقى حاطه كده مكعبات كده في طبق او اي شكل انت عايزاه. ترصيه كده وتحطي عليه كيس، تغطيه وتحطيه في الفريزر، وتحطي الدور التاني، وهكذا. هنا عندك الدقيق. انا نسيت اقول لكم انه عليه توابل وعليه فيجيتار وعليه توابل اللي احنا حطيناها على الفراخ. وهنا اللبن كان ساقع. لو عايزه تحطي بيض حطي، ماشي مفيش مشكله. عايزه تحطي ميه برده ساقعه مفيش مشكله. وادي شكلها من جوه، بس عامله ازاي، بس سوت بقت جميله ازاي. بالهنا والشفا. لو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.